يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 90 وحلقة جديدة من دراسة واقتصاد، كل يوم اثنين من الساعة 1 ل2 الظهر. بنتكلم فيها عن أهم القضايا الاقتصادية والمشكلات الاقتصادية. النهاردة بنتكلم على موضوع طبعا يهمنا كلنا في الصيف، خاصة كمان يعني يهمنا طول السنة، لكن خاصة كمان فصل الصيف. وطبعا كل سنة وانتم طيبين. فصل الصيف بدأ أساسا أول امبارح يوم 21/6 ويستمر بتاع شهرين 3. هنتكلم النهاردة عن موضوع الكهرباء. قبل ما نتكلم عن حلقتنا خلينا نتكلم عن ملف الطاقة اللي بيشمل انتظام عمل المحطات وتوفر الوقود والصوانات البوتاجاز، على خلاف كمان ما كان شائعا ومثار غضب كمان المواطنين في عهد اللي ما يتسموش من انقطاعات الكهرباء وتوابير الوقود والبوتاجازات. بقى عندنا محطات كهرباء ألمانية عملاقة بتعمل بكفاءة ووقود نظيف كمان، وبيتم كمان تأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود بمختلف أنواعه. مشاهد طبعا الطوابير والزحام والخناق اللي شفناها في سنة 2013 انتهت خلاص الحمد لله. السوق السوداء للوقود كمان اللي انتعشت بفعل استغلال الأزمات كمان انتهت. النهارده الدولة بتعمل نظام الإنذار المبكر للأزمات. شفنا كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب العالمية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم والحروب في الإقليم، وأخيرا كمان الحرب الإيرانية الإسرائيلية. كلها اختبارات اجتازتها الحمد لله الدولة، وعاملة كمان تأمينها الدولة المصرية بوعي قيادتها السياسية الرشيدة. النهاردة بقى هنتكلم عن ترشيد استهلاك الكهرباء وخطة كمان الدولة في فصل الصيف، وازاي نقدر نساعد لتخفيف أحمال الكهرباء، خاصة ان المصريين بيستخدموا فصل الصيف الكهرباء بشكل كبير جدا. طبعا كلنا يعني بنستخدم الكهرباء بطريقة كمان عشوائية. تلاقي مثلا ايه اللي عنده 3 اوض مثلا وحاطط في كل اوضه تكييف، فتلاقيه فاتح التكييفات ال3 غير ما فاتح الغساله، مشغل الغساله والكاتل وي مشغل كل ما يخص الكهرباء تلاقيه. وفي ساعه كمان الذروه يعني مثلا تلاقيه الساعه 2 3 دي تلاقي مشغل كله، والساعه 7 بالليل مشغل كله. يعني كمان في ناس عندها سلوكيات وممارسات كمان خاطئه في استخدام الكهرباء. عشان كده النهارده هنوضح ليهم اهم النصايح اللي عشان ناخد بالنا، لان ممكن تصرف غلط بيبقى سبب في استهلاك اكتر للكهرباء، وكمان بيزود كمان الفاتوره او فاتوره الكهرباء. عشان كده معانا النهارده الدكتور مهندس محمد سليم، خبير واستشاري الطاقه والاستدامه، اللي هيقول لنا بالتفصيل ازاي نقدر نوفر في استخدام الكهرباء، وخطة الدولة كمان في ترشيد استهلاك الكهرباء. تليفوننا 2 18 10 8 66 ورقم رسائلنا 1909. صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 90. هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نستقبل ضيفنا زي ما قلنا المهندس محمد سليم، خبير واستشاري الطاقة والاستدامة. هواء مصر على الراديو 90 ولسه مكملين دراسة واقتصاد. ونورني دلوقتي في الاستوديو الدكتور المهندس محمد سليم، خبير واستشاري الطاقة والاستدامة، اللي هنتكلم فيه عن ترشيد الكهرباء، وهنتكلم كمان عن استعدادات كمان الدولة لموسم الصيف الحالي. اهلا بحضرتك يا دكتور ومنورنا يا فندم. اهلا بحضرتك ومتشكر جدا على هذه الدعوه الكريمه، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. طيب بداية يا فندم، يعني احنا لو اتكلمنا عن استعداد الدولة لموسم الصيف الحالي، يعني هل الدولة عندها خطة طبعا أكيد لترشيد الكهرباء، وكمان أكيد في تنسيق ما بين الوزارات المعنية؟ في البداية طبعا يعني الخطة موجودة والتعاون موجود، والاستعداد يعني العالي موجود علشان يواجه عملية ما يبقاش فيه تخفيف أحمال. وده دولة رئيس مجلس الوزراء اتكلم في الموضوع ده عدة مرات بصراحة كذا مرة. وكل الوزارات بتنزل المواقع. يعني ما كانش الموضوع ان الوزير ينزل لمحطة كهرباء ولا مركز تحكم، ده حاجات جديدة تعتبر يعني في المجال يعني. نعم يا فندم. فده دليل على ان فيه اهتمام كبير جدا في ان يبقى ما فيش خطة تخفيف أحمال. لكن لا، ده مش معناه ان انت كده في الامان 100%. لازم الحمد لله كمان حسابك. ده الحمد لله برغم كمان الاحداث الجاريه اللي موجوده كمان اللي هي الحرب الاسرائيليه الايرانيه الاسرائيليه. هو ده برضو احنا المناخ العام دلوقتي في المنطقه يعني
ينذر للجميع أن هناك لابد من إجراءات داخلية كل دولة تعمل حسابها فيها إذا كانت عايزة تأمن استدامة واستقرار إمداد الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات. نعم. يعني لو ما فيش كهرباء ما فيش مية، عشان تبقى يعني الأمور تبقى واضحة. صح. طيب النهاردة علشان يبقى فيه كهرباء لازم يبقى فيه غاز. طب ما هو الغاز اللي بيجي من عندك كمان فيه غاز انت بتستورده. لو الغاز اللي انت بتستورده مش هيجي نتيجة لللوجيستكس، الحاجات اللي بتحصل حوالين مننا، ما فيش امدادات، ما فيش سفن، ما فيش ناقلات، اذا هيبقى فيه مشكلة. يقع هنا بقى علينا احنا كمواطنين نقطة مهمة جدا ان احنا نهتم بيها، وهو الدور الوطني. علشان يعني انا بعتبره يعني دور وطني نابع من واقع انك انت مواطن في هذه الدولة، وواقع عليك موضوع في زميل بيحارب، وفي زميل قاعد على في محطة كهرباء، بيشتغل في محطة كهرباء. نعم. طب وانت المستهلك النهائي، انت بتستهلك كهرباء، استهلاكك للكهرباء ده لو ما كانش بكفاءة عالية، إذا أنت لا مؤاخذة تعتبر شريك في أنك أنت بتستنزف الموارد دون وعي. نعم. قصد حضرتك بكفاءة عالية في الترشيد. أنا طيب حتة الترشيد هنتكلم فيها الطاقة هنتكلم فيها يا فندم، بس أنا برضو إيه يعني من كلام حضرتك طبعا، يعني كلام حضرتك واضح وكل حاجة، بس أنا عايز أبسطها برضو للمستمع. موضوع كلمة اللي حضرتك قلت لو مفيش كهرباء يبقى مفيش مية. فيعني تخيل نفسك أنت في عمارة وفي أسانسير ساكن في الدور السابع الثامن، الكهرباء قطعت، فانت كده مش هتعرف تطلع في الاسانسير، وكده الموتور مش هيشتغل يجيب ميه في الخزان اللي بينزل لك منه الميه، فهي الدنيا كلها مرتبطه ببعض يا فندم. طبعا الطاقه هي الاصل في الموضوع. نعم. الطاقه قلنا جزئين، جزء الغاز اللي هو بيجي لمحطات الكهرباء. نعم. غاز او مازوت يعني او نعم. سولار. نعم فندم. وده المصدر الرئيسي للطاقه. بعد كده لما يدخل محطة الكهرباء يولد الطاقة الكهربائية ويوزعها على المجتمع بقى، على من خلال بقى خطوط نقل، ومن خلال محطات توزيع وكده. في نقطتين بس إذا سمحت لي حضرتك. اتفضل. عاوزين نفرق بين حاجة اسمها الترشيد وبين حاجة اسمها كفاءة الطاقة. الترشيد هو سلوكيات مجتمع. السلوك بقى انك انت اطفي الانوار الزياده، ان انا اظبط درجه حراره تكييف بايدي على درجه حراره مثلا 24 25 ايا كان. نعم. تمام. ده اسمه سلوكيات وترشيد. كفاءه الطاقه بقى المعده اللي انت بتشتغلها. يعني لازم يبقى جهاز التكييف عليه بطاقه كفاءه الطاقه انه يبقى على الليفل A، يبقى المستوى رقم 1 من كفاءة الطاقة، يعني معناه انه ما بيستهلكش طاقة كهربائية زيادة. كلام سليم. في واحد بيروح يشتري جهاز تكييف للأسف بطاقة الطاقة واضحة قدام منه انه اقل من ايه بكتير. على دي مثلا على مستوى الرابع او الخامس. نعم. ده معناه انه بيستهلك طاقة كهربائية اكتر وهتدفع فاتورة الكهرباء. صح. على مدار تشغيله. يعني انت من الاول من باب اولى انك تشتري حاجه كويسه من الاول، افضل صح. من انك انت تستنزف اموالك على استهلاكات غير كلام سليم يعني. كلام سليم يا دكتور. طيب احنا لو اتكلمنا بقى عن الترشيد، يعني الترشيد ازاي ونقدر نوعي ازاي في استهلاك الكهرباء؟ يمكن الترشيد من كتر الناس بتاخد الكلمة كده بقت كلمة يعني ممكن تبقى صعبة شوية على الناس. نعم. فأنا عايزين نفهم بس كلمة ترشيد ان احنا بنرشد في حياتنا في استهلاكاتنا بشكل عام، اذا كان كهرباء، اذا كان مية، اذا كان طعام. حتة الطعام اذا سمحت لي، انا كنت في ضيافة مجموعة كده يعني كان معانا اجانب، الكلام ده زمان يعني من يعني في التسعينات يعني. نعم يا فندم. ففوجئت بان لما يعني بصراحه يعني بناكل مكرونه سباكيتي وشويه يعني صوص عليها. تمام. فالراجل بعد ما اكلنا بقى مسك حته عيش ومسح الطبق من الصوص. يعني مش عايز اساب الطبق نظيف بطريقه. انا طبعا اول مره اقول ايه الكلام ده، معقول الكلام ده؟ فالترشيد هو سلوك انك انت توفر كل حاجه عندك في البيت،
كل حاجه تقدر توفرها يعني تدخل الحمام تلاقي السيفون بيفضي ميه وقاعد، ولا كأن نروح مثلا لا مؤاخذه الجامع نلاقي الحنفيات مفتوحه ولا السيفونات يعني لابد يبقى فيه سلوكيات اعلى نعم من كده. نعم يا فندم. ويبقى ما يكفيش انه يبقى طوعي، لا يبقى كمان في كمان يعني جهات رقابيه من خلال المجموعه. يعني الجامع شيخ الجامع لازم يبقى يتمم على الحاجه، صاحب البيت يعني يبقى يدخل يطمن على ان الغرف المضيئه اللي ما فيهاش حد، مثلا فيشه الكاتل اللي موجوده. انا قاعد يعني اطفي الانوار في البيت، واخد بالك يا بابا، واطفي المروحه، ما فيش حد طفي الاوضه يا ابني، انت مشغلهم ليه؟ يقول لي يعني يا بابا هي فرقت. ايوه فرقت يعني تطلع وحش كمان في ايه؟ في عين اولادك، بس هنعمل ايه؟ لا معلش بس بيستفيدوا صح، وبيفيدوا زمايلهم. يعني لما يشوف الاب وهو يبقى نموذج ليهم وبيتصرف بهذه الطريقه. طيب يعني طيب حضرتك انت شايف في اجهزه معينه بتزود الكهرباء لو اشتغلت مع بعض؟ انت اجهزه الكهرباء اللي انت عايز تستخدمها للضروره للاحتياج استخدمها ايا كان، ما فيهاش اي مشكله. لكن لو انت مش محتاجها بتشغلها ليه؟ يعني مثلا كشافات الاناره في الشوارع، الكشافات دي منوره ليه بالنهار؟ مع ان انا كنت في ما في كشافات بالطاقه الشمسيه يعني لا طاقه شمسيه، وفي عليها كمان اجراء اخر، في في خليه بتطفيها بالنهار لما يبقى في اضاءه يطفيها. فده كان احد المشروعات اللي احنا كنا نفذناه مع الحكم المحلي كوزاره كهرباء، ومع الحكم المحلي ومع الهيئه العربيه للتصنيع، ونفذنا حاجه كويسه جدا. لكن الحاجه تتنفذ عايزه بقى استكمال، عايز حد يعمل صيانه، عايز حد يمر عليها، عايز حد يطمن عليها، عايز حد يقيس استهلاكاتها ويطمن الحاجه دي، وده موجود في قانون الكهرباء. نعم يا فندم. طب بالنسبه للبيت بقى اللي هم بقى بيشغلوا الغساله مع الخلاط مع لا انا هقول لحضرتك، احنا الخط الحمل الاقصى او حمل الذروه بيبقى من خلال من بعد الغروب، بعد الغروب لغايه مثلا الساعه 11 بالليل. نعم. هذه الفترة يعني النصيحة، أو يعني مش عايز أقول إنها نصيحة، عايز أقول إن ده يعني توصية لجميع البيوت، ما تستخدمش غسالة وفول أوتوماتيك أو غسالة أطباق أو غسالة عادية. تمام؟ لأنك أنت بتساعد في رفع حمل الذروة. انت صح. ليه؟ يعني الغساله ما تشغلها الصبح، يعني شغلها بالنهار. يعني والنهارده كلها يعني بروجرامينج، كلها بالبرنامج. ايوه اظبط، حط حاجتك فيها الصبح قبل ما تروح الشغل، واظبط البرنامج وامشي وسيبها، ما فيش عندك اي مشكله. كلام سليم. وتخلص حاجتها وتنشف وتبقى زي الفل. كلام سليم. كلام سليم. طيب احنا بقى بنستاذنك بس هنخرج فاصل بسيط، وهنرجع تاني نكمل مع حضرتك بقى، يعني خاصة كمان ان في استخدامات خاطئة في البيوت لازم برضو نوعيهم منها. كل دوت هيبقى مع حضرتك مع الدكتور مهندس محمد سليم، خبير واستشاري الطاقة والاستدامة. هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع بعض باقي فقرات دراسة واقتصاد. هوا مصر على الراديو 90 ولسه مكملين دراسة واقتصاد، ومعايا ومنورني الدكتور مهندس محمد سليم، خبير واستشاري الطاقة والاستدامة. وكنا قبل الفاصل كنا بنقول لحضرتك بقى يعني لو في نصايح سريعة كده بتقول للمواطن يقدر يطبقها فورا علشان يقلل استهلاكه. تمام. هو يعني مش نصايح بقدر ما هي يعني ان احنا نقول ديت توصيات، لانك انت يهمك انك توفر الفاتوره بتاعتك اكيد، وفي نفس الوقت اللي هتوفر على الدوله. أكيد. فاحنا اهم حاجه عندنا ان احنا الاجهزه يفضل انها ما تشتغلش مع بعضها اثناء فتره الذروه. يعني ايه؟ يعني انا طبعا الثلاجه مش ممكن افصلها، الديب فريزر مش ممكن افصله، لكن لو عندي مثلا سخان كهرباء
ده المفروض افصله فتره اللي هي فتره الذروه زي ما قلنا من المغرب لغايه الساعه 11 بالليل. نعم. الغساله ما فيش داعي ان احنا نستخدمها في هذه الفتره. نعم يا فندم. الاضاءه بقدر المستطاع طبعا لابد انها تبقى اتغيرت ليد. النهارده ما عادش حد بيستخدم اللمبات النيون او اللمبات القديمه. النهارده المفروض الكل بيستخدم او اللمبه المتوهجه، الكل بيستخدم الليد، طبعا ده كفاءته عاليه. الاجهزه مفروض تتفصل من الكهرباء. يعني لو انا عندي مثلا شاحن موبايل او مثلا ريسيفر او اي جهاز هتبص فيه هتلاقي فيه لمبه حمراء منوره، لانك انت طفيه مش مستخدمه، لكن مشابكه في الكهرباء. ده طبعا مش يعني في بعض يعني الناس بتتكلم في نسب عاليه، وده مش حقيقي، النسبه قليله. لكن لما بتتجمع بقى على مستوى الدوله، لما بنتكلم نقول 10 مليون مثلا منزل موصلين الحاجه دي في الكهرباء، موصلين مثلا فيشه شاحن موبايل. تخيل ده ممكن يعمل معانا رقم، وده يبقى مؤثر. نعم. وبالتالي يبقى الحاجات دي كلها تبقى مفصوله. يفضل يعني التكييف دايما، احنا حتى يقول فرق بين درجه الحراره بره وجوه في حدود 10 درجات، من 10 الى 12 درجه. مش معقول تبقى بره مثلا درجه الحراره مثلا 35 وانت جوه تعملها على 18. ده مش منطقي ابدا، مش مقبول، وصحيا حتى يعني صحيا مش معقول. فانت بتتكلم على بره 35 نظبط جوه على 25 يبقى كويس قوي. يبقى ادي فرق ال10 درجات، نتكلم على 24. ده يعني كتظبيط اجهزه تكييف. اجهزه تكييف كل ما كانت حديثه كل افضل طبعا، لانها استهلاكاتها في الطاقه الكهربائيه بيبقى اقل، لان مستخدمه تكنولوجيا جديده. في طبعا حاجات بقى الفنادق والمصانع والكلام بقى اللي هي القوى المحركه دي حقيقة كل ده لازم يبقى يشتغل بكفاءه عاليه ويتم مراجعتها. والقانون كان بيقول ان اي منشاه قدرتها اكتر من 500 كيلو واط لابد ان يبقى فيه عندها واحد مسؤول عن الطاقه. المسؤول اللي عن الطاقة ده بيبقى بيحسب بقى وبيدرس وبيسجل وبيشوف فين فرص التحسين والكلام ده كله. الموضوع يا جماعة موضوع يعني النهاردة احنا في أشد الحاجة إليه. تعلم حضرتك ان الدولة المصرية علشان توفر الوقود لمحطات الكهرباء والمنشآت البتروكيميكالز اللي بتطلع لنا الأسمدة وغيره انها تعاقدت على حوالي 150 شحنة غاز مسال كلفت الدولة أكتر من 8 مليار دولار. ليه الدولة بتعمل كده ليه؟ جهد كبير جدا طبعا من الدولة، وعبء اقتصادي رهيب. ما هو في الآخر برضه بيرجع علينا طبعا. فأنت النهاردة لما الدولة بتعمل كده انت يا سيدي من باب اولى يعني مد ايدك، يعني ساعد معانا، يعني نساعد شويه بقدر المستطاع. دي حقيقه فعلا. يعني انا بتكلم والله بمنتهى يعني الاريحيه ومنتهى الصدق والاخلاص لينا كلنا. يعني الموضوع يهمنا كلنا، وادينا شايفين الدنيا. يعني ما تستبعدش ان ممكن يحصل مثلا قطع الغاز وما يبقاش فيه وحصلت السنه اللي فاتت واللي قبلها، يعني مش بعيد يعني. فارجو ان احنا نخلي بالنا. مش معنى ان الطاقه الكهربائيه موجوده يبقى معناها كده ان احنا نستنزفها ونستهلكها فيما لا يهمنا. لابد ان احنا نجتهد في ان احنا نوفر الطاقه بقدر المستطاع، وكل ما توفر في الحاجات التانية زي ما قلنا مثلا سيفونات الميه او غيره، او الحنفيات، جلدة حنفيه ب10 قروش تسبب لك استهلاكات طاقه كهربائيه بالشيء الفلاني. ليه؟ دي حقيقه. دي حقيقه ارجو ان يعني الهدف الرئيسي ان احنا كلنا نشتغل مع بعض علشان نوصل وما يبقاش في اهمال كمان من المستهلك او المواطن كمان لبيته ولا مبالاه. سايب حنفيه بتنقط، سايب فيشه في قلب الحيطه، مشغل 3 4 اجهزه في وقت واحد، وممكن اساسا ان هو كان جهاز او 2 يعني بالظبط ده بيبقى لا مبالاه من انا مستغرب ان في واحد بيبقى مشغل التكييف وبيتغطى. يعني طب يعني يا حبيبي ما تظبط طيب جهاز التكييف بتاعك اظبطه على مثلا. انا والله يعني زمان ايام ما كان عندي تكييف
انا واجي انام أيوة اظبط صح. على 28 مثلا. يعني عشان انام. امال اظبط على 18 وانام واتغطى. يعني طب ما يعني انتوا فاتحوا ليه؟ ده كلام، ده كلام يعني طيب احنا هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني بقى نتكلم مع حضرتك عن اللوحات الشمسية، وهل هي حل جيد للكهرباء ولا لا، ومين كمان بيعملها المصانع مثلا ولا ايه ولا المنازل. هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع الدكتور مهندس محمد سليم، خبير واستشاري الطاقة والاستدامة. لسه مكملين دراسة واقتصاد، ومنورني ضيف النهارده الدكتور مهندس محمد سليم، خبير واستشاري الطاقة والاستدامة. وسألناك بالفاصل يا دكتور، وكنا عايزين نعرف بقى موضوع اللوحات الشمسية، هل هي حل جيد للكهرباء، وايه هي موضوع ايه هي اساسا اللوحات الشمسية؟ تمام. الطاقة الشمسية اللي هو الفوتوفولتية دهيت نعم. خلايا بتحول ضوء الشمس إلى كهرباء. نعم. ويعني في مشروعات طبعا هايلة اتعملت في مصر، بس على اللارج سكيل، يعني على الأحجام الكبيرة. لكن للأسف الشديد حتى الآن على المنازل ما خدتش الفرصة المظبوطة. ليه؟ لأن صح الدولة أو وزارة الكهرباء عاملة منصة علشان الناس تشتغل عليها، وفي تسجيل للشركات المؤهلة اللي بتركب والكلام ده كله، لكن ما زال الأمر طوعي. ما فيش تحفيز للمواطن إنه اللي هيركب طاقة شمسية هديله مثلا 40,000 جنيه مقدم من القيمة، من التكلفة. طب هي التكلفة ده يبقى قليلة ولا كبيرة؟ لا، التكلفة هتبقى كبيرة، عايز حد يساعد فيها. بتكلف كام يعني؟ يعني لو احنا بنتكلم في 10 كيلو مثلا، ال10 كيلو بنتكلم مثلا في 150,000 جنيه مثلا يعني. تمام. طب ال 150,000 جنيه لو ركبنا المحطة دي عند المنزل، هو طبعا مش هينفع للعمارات، لازم منازل تبقى فيها مساحة تقدر تركب فيها طاقة شمسية. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فيلا، الساحل الشمالي، البيوت اللي هي الريفية، كل ده ممكن يستخدم اللي هي على مساحة كبيرة، يعني مباني على مساحة أرض كبيرة. بالظبط. نعم. وبعدين مش أدوار كتيرة، يعني أنت بتتكلم على بيت واحد، صاحب البيت ممكن يركب الطاقة الشمسية. إنما العمارة لو ركبت فوق يبقى الطاقة الشمسية دي تديها لمين؟ مين في العمارة هياخدها؟ بالظبط كده. تمام؟ تمام. فالنهاردة الطاقة الشمسية منين أما أقول أنا الدولة تحفز تدفع مثلا 30-40 ألف من القيمة؟ ليه؟ لأن الطاقة الشمسية اللي عند الاند يوزر أو اللي عند المستخدم النهائي دي كهرباء مباشرة عند المستخدم النهائي. نعم. بتوفر على الدولة كهرباء جاية من شركة التوزيع، من شبكة التوزيع، جاية من شبكة النقل، جاية من محطة الكهرباء، جاية من الغاز اللي حضرتك مستورده. يعني انت حضرتك لما بتستورد غاز من بره بتدفع له الشيء الفلاني. طيب ما الراجل ده جاب الكهرباء عنده، ما تحاول تساعده بنسبة بحيث انه يقدر يركب طاقة شمسية عنده، وهيوفر عليك كمية الغاز اللي انت هتستوردهم. تمام. يا اما ما تستوردهمش، يا اما توفرهم وتصدرهم. فانت كدولة وده على فكرة النموذج ده موجود، ولكن يعني مش متعارف عليه قوي، ومش منتشر. هو بالتالي عاوزين نشتغل على الباب ده كويس قوي. في حاجة تانية. طب وممكن كمان برضو تستخدم برضو في المصانع. ده اكيد. النهارده المصانع يعني مهم قوي انها تركب حاجات زي كده، ومش طاقة شمسية فوتوفولتية بقى، كمان المصانع اللي بتستخدم بخار، يعني بيبقى جاي لها غاز وبتشتغل على بويلر، على غلاية علشان تطلع بخار. نعم. طب انا من باب اولى ان انا اقدر اشغل الطاقة الشمسية الحرارية علشان المصنع ده، يبقى انا بلاش اخد 100%، اخد 40%، 50%، فانت كده وفرت كمية غاز. فالافكار وافكار اللي انا بقولها دي مش افكار نظرية، دي افكار عملية وقابلة للتطبيق، لكن حتى الان بتشتغل على انها طوعي شغل، يعني والله اللي عاوز يعمل لا، لازم يبقى فيه شيء يعني باي فورس زي ما بيقولوا، يعني يبقى في شيء من الاجبار، او يبقى في شيء من الحوافز اللي تتقدم. الحافز طبعا المصنع لو قال انا هنقسط عليك القيمه ديت هيتحرك معاك. لو قال ان انا، لو الدوله قالت ان انا هدي لك مبلغ معين
كحافز مثلاً، صح. هيشتغل معاك، تمام. وبالتالي يبقى في النهايه هيبقى الاجماع اللي لينا كلنا، وتوفير طبعا توفير يعني. لينا كلنا. طيب احنا اتكلمنا عن ارشادات اللي في البيوت، يعني مثلا اللي هو المواطن اللي قاعد في قلب البيت يقدر يرشد الكهرباء ازاي من الاجهزه، ما يستخدمش الاجهزه كلها وفي وقت الذروه كلها. طيب بالنسبه بقى للمباني الجديده، واحد يعني مبنى جديد سواء كان بقى شركات، مصانع، مبنى سكني، ايه المفروض يتعمل برضو في البدايه ممكن يقلل من استهلاك الكهرباء؟ في حاجه اسمها الجرين بيلدينج، المباني الخضراء. نعم. وده علشان الاستدامه. النهارده المباني الجديده المفروض يراعي فيها عمليه انتقال الحراره من والى المبنى، الاورينتيشن او التوجه، المكان بتاع المبنى ده، الشبابيك في انهي اتجاه، ناحيه الجنوب، ناحيه الشمال، ناحيه ليه؟ علشان عمليه التسخين الداخلي. انت ممكن من الاورينتيشن ده، يعني اتجاه المبنى، يوفر نسبة مش أقل من 15% في عملية الأحمال الحرارية. نعم. وبالتالي بتوفرهم من أجهزة التكييف اللي بتعملهم. ده حقيقي. في حاجة اسمها كمان الديستريكت كولينج أو التبريد المركزي. يعني النهاردة في العاصمة الإدارية التبريد المركزي. التبريد المركزي بس بيستخدم ايه؟ بيستخدم غاز علشان يشغل السيستم، او بيستخدم كومبريسورز اللي هي التشيلرات بتاعة التبريد. فده برضو بيستهلك طاقة كبيرة جدا. فين احنا بقى لما نيجي نستخدم طاقة شمسية في المنظومة دي؟ طاقة شمسية حرارية فين؟ فاحنا محتاجين ده فعلا نشتغل عليه اكيد يا وعلى فندم. فكره مش انا اللي بقول ده، في مراكز بحوث في مصر بتعمل الكلام ده، واكيد يعني طبعا نشتغل مع بعض. واكيد الدوله طبعا طبعا. يعني قايمه بجهد كبير جدا في الموضوع دوت، وفي خطوات تمت اكيد خاصه كمان في الطاقه الشمسيه، وبالتالي نسمع اخبار حلوه كمان اخر السنه دي. يعني هقول لحضرتك هناك تعاقدات يعني ميجا بالجيجا. يعني ايه الجيجا؟ يعني 1000 ميجا. 1000 ميجا. 1000 ميجا تعاقدات بين الدولة وبين القطاع الخاص. نعم. للاستثمار في الطاقة الشمسية. الكلام ده احنا لو انت بتتكلم في 2012 و2013 على ارقام زي دي، ما كانش الكلام ده ما كانش موجود يا فندم. طبعا. فالنهارده الدولة بتقوم بهذا الدور، وكمان بتشتغل على تحرير سوق الطاقة. خليني اقول لك على حته صغيره كمان قبل نهايه الحلقه. خلاص حته صغيره فضل. النهارده فتح جهاز تنظيم المرفق والتابع لوزاره الكهرباء ان يبقى في منتج قطاع خاص ومستهلك قطاع خاص يتعاقدوا مع بعض، ودور الدوله انها تنقل الكهرباء من المكان ده للمكان ده، وتاخد عليه فيز وتاخد عليه برضه. طبعا دي حاجه كويسه طبعا، دخول طبعا القطاع الخاص في المشاريع القوميه دي. بالظبط كده. حاجه مهمه قوي. حضرتك نورتنا دكتور محمد سليم، خبير واستشاري الطاقه والاستدامه، ونورتنا وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا، وانا سعدت بوجودي معاك والله. اهلا بحضرتك يا فندم. بكده خلصت حلقتنا النهارده من دراسه واقتصاد. استنوني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي قبل دلوقتي بساعه. تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90، وشكر خاص كمان للاستاذه منى العشماوي رئيس تحرير البرنامج.